بيلينغهام في طريقه للفوز بجوائز مرموقة بعد التألق بالكلاسيكو. كان النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هو بطل مباراة الكلاسيكو واللاعب الذي صنع العناوين في الفترة الأخيرة مع فريق ريال مدريد، وقد أكد ذلك بهدفيه ضد برشلونة يوم أمس. أكد بيلينغهام أنه يعرف بالفعل معنى اللعب والفوز، وبتسجيل مرتين في أول كلاسيكو يلعبه اتخذت مسيرته الرياضية فجأة زخما كبيرا، وكان مفاجأة وصفقة الموسم في أوروبا حتى الآن. بحسب التقارير الواردة من إنجلترا فإن أمامنا بضعة أسابيع فقط حيث سيحصل لاعب ريال مدريد على جميع أنواع الجوائز، وستكون البداية بجائزة الجولدن بوي أو الفتى الذهبي. فبحسب التأكيدات القادمة من إيطاليا فسوف يتوج الإنجليزي يوم 4 من ديسمبر القادم بالجائزة المعروفة لأفضل لاعب تحت 21 عاما الفتى الذهبي. بحسب ما علمته صحيفة ماركا الإسبانية فقد اكتسح بيلينغهام التصويت الذي أجرته وسائل الإعلام الأوروبية الرئيسية بين المرشحين الذين تم اختيارهم في الصحيفة الإيطالية على أساس معايير الأداء خلال الأشهر 12. لم يكن هناك أي شك من جانب لجنة التحكيم عند تحديد اسم الفائز، والحقيقة بأن الإنجليزي في العام الماضيين عندما كان لاعبا في بروسيا دورتموند الألماني كان قريبا من تحقيق هذه الجائزة، ولكنه في هذه المرة سيحظى بها بجدارة هائلة. صدمة في مدة غياب تشاوميني عن ريال مدريد. أصدر ريال مدريد بيانا طبيا ظهر اليوم الأحد يعلن خلاله إصابة النجم الفرنسي أورلين تشاوميني، والذي تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة يوم أمس السبت. انتصر ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على برشلونة، ووسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط، وكان تشاوميني حاضرا في التشكيلة الأساسية وأكمل المباراة حتى نهايتها أيضا، لكن يبدو أنه تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة. بحسب البيان الذي أصدره ريال مدريد الإسباني فإن تشاوميني يعاني من كسر غير كامل في مشط قدمه اليسرى، مما يعني أنه سيغيب عن الفريق في الفترة القادمة، لكن البيان لم يحدد هذه المدة بدقة. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هذا النوع من الإصابات لا يحتاج غالبا لتدخل جراحي، إلا أن تبين أن هناك تمزق في الأربطة، ويبدو أن تشاوميني لا يعاني من ذلك وفقا لما جاء في البيان الطبي. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذه الإصابة تحتاج لفترة راحة تصل إلى 6 أسابيع كحد أقصى، وقد يتعافى بمدة أقصر، لكن ما هو مؤكد أن غيابه سيدوم لمدة شهر على الأقل. رغم أن تشاوميني من أهم اللاعبين في منظومة ريال مدريد، لكن غيابه لن يشكل مشكلة كبيرة لكارلو أنشيلوتي، لأنه يملك العديد من اللاعبين المميزين في خط الوسط ويمكنهم تغطية هذا المركز بسهولة، ونخص بالذكر إدواردو كامافينغا وتوني كروس. تشافي يوضح حديثه مع فينيسيوس ويؤكد: هزيمتنا أمام ريال مدريد وصمة عار. علق تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على الهزيمة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني مساء السبت. وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: لقد سيطرنا 60 دقيقة، لكن هذه هي كرة القدم، إذا لم تسجل هدفين مقابل شيء ريال مدريد لديه هذه القدرة. ريال مدريد لديه 3 أو 2.5 يسجل في هدفين، لقد افتقرنا إلى الفاعلية، لقد صارت المباراة وما كان مخطط له بشكل جيد، لقد استحقينا الفوز. في النهاية لقد جعلونا نعاني، لكنني أعتقد بكل صدق إذا كان هناك من يستحق الفوز بالمباراة فهو برشلونة. وعن دور لاعبه جافي أردف قائلا: دفاعيا كان دوره هو استعادة الكرة، واللاعب بقوة، لقد سيطرنا على ريال مدريد بشكل جيد للغاية. تسديدة من خارج المنطقة كانت هدفا، والثانية جاءت من كرة مرتدة. الأمر لن ينتهي هنا، إنها الجولة 11، نريد الفوز بالليغا. لعب الفريق مباراة جيدة للغاية، حتى التعادل بالنسبة لنا لم يكن كافيا. وصلت العرضية المؤسفة نتيجة سيئة للغاية، لكنها كانت خطوة للأمام على مستوى المباراة. لقد سيطروا على 25 دقيقة وجعلونا نعاني، لقد أعاد الفريق بناء نفسه، إنها مسألة فاعلية، لأننا لعبنا بشكل جيد للغاية والنتيجة مخزية وصمة عار. عن مشادته مع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد أكد تشافي: لدي كل الاحترام، وأخبرته أنها لم تكن خطأ، أنا أحترمه، حتى أنني معجب به كلاعب كرة قدم، أخبرته أنها لم تكن خطأ وعانقته. كنا نستحق المزيد، فوز ريال مدريد غير عادل، لقد كانوا أكثر فعالية في الدقائق الأخيرة، لقد بذلنا المزيد من أجل الفوز. لكي نكون إيجابيين كنا نستحق المزيد، لكن إذا غفرت لريال مدريد فإن هذه الأشياء تحدث. المباراة المؤسفة في النهاية هي تفاصيل يجب تحسينها.